اهلا وسهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير وفي احسن صحه واحسن حال. كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى، يا رب كل ايامكم تكون فرح وخير وسعاده. السؤال المتكرر بتاعكم واللي دايما بيجي لما الاعياد بتقرب، يا دكتور الحقينا وقولي لنا ازاي ان احنا ما نزيدش في الوزن في ايام الاعياد، لان بيكون عندنا عزومات وخروجات وبيكون في كميه اكل كبيره، حتى لو كنا ماشيين على انظمه غذائيه النظام بتاعنا بيبوظ في الفتره دي. في حلقه النهارده عايزه اطمنكم تماما، لاني هقول لكم على مجموعه من الادويه دي ممتازه وهتساعدكم ان انتوا مش هتزيدوا اي وزن في العيد. ده بالعكس لو انتظمتوا عليها وعلى شويه نصايح كمان هقولها لكم، هتلاقي نفسك انك بعد العيد قليت من 2 ل 3 كيلو. يلا خليكم معايا لانها تكون حلقه مهمه جدا. أول دواء مهم جدا لازم يكون معاك، وحتى لو استغنيت عن كل الأدوية بتاعت حلقة النهاردة، وهو ميباكو جرين تي اللي دايما بنصحكم بيه في كل الفيديوهات، وخاصة الأيام اللي بيكون فيها أعياد أو تجمعات أو عزومات. الشاي الأخضر بيرفع جدا من معدل الحرق، خاصة لما نبدأ نستخدمه في أول اليوم. بالتالي الجسم بتاعك بيفضل يحرق ويبقى كده زي محرقة للدهون من أول اليوم لحد ما تنام. الجرعة بتاعته هو بيتاخد مرة واحدة بس في اليوم قبل الفطار بنص ساعة، هناخد قرصين. نيجي بقى للنقطة التانية وهي نقطة الغداء. الغداء طبعا بيكون فيه كمية دهون عالية جدا وكمية زيوت وكمية عالية جدا من السعرات الحرارية بتدخل الجسم، وبالتالي انا محتاجة اني اخد حاجة قبله تطرد لي كل الكمية بتاعت الدهون وبتاعت النشويات العالية اللي هتدخل لي في وجبة الغداء. من افضل الحاجات اللي انا هرشحها لكم انكم تاخدوها قبل وجبة الغداء وهو مراجو، لان مراجو ممتاز جدا وعن تجربة وجربته كتير، وخاصة لما اكون هاخد وجبه سمينه او وجبه فيها نسبه من السعرات العاليه. طبعا مراجو ده هو اكياس مش اقراص. هتاخد كيس وتفضيه على كوبايه من الميه وتقلبها كويس جدا وتاخدها قبل الغداء بساعه واحده. الكيس ده هناخده مره واحده بس في اليوم، واهم حاجه ان احنا بعد ما نشرب الكوبايه اللي بيبقى فيها مراجو نشرب كوبايتين تاني من الميه. طيب لو احنا مش عندنا مراجو يبقى ممكن نستخدم الدواء اللي انا بحبه جدا وبرشحه وبقول للناس لو انتوا رايحين اي عزومه لازم يكون في شنطتكم، وهو اورلي من الادويه القويه جدا اللي بتطرد تلت كميه الدهون اللي بتدخل الجسم وبتطرده مباشره. يعني انت لما تستخدم كبسول الاورلي مع وجبه الغداء الدسمه، بعد على طول ما هتخلص الغداء هتلاقي نفسك ان الجسم مطرد تلت كميه الدهون، وعلشان كده فهو يعتبر منقذ سريع جدا للجسم. الناس اللي بره مصر هيلاقوا الزينيكال هو بالظبط زي الاورلي. طيب بالنسبه لجرعه الاورلي هو ما فيهوش اي تظبيط او اي افتكاسه، هناخد قرص اثناء وجبه الغداء. يبقى كده بدانا الصبح ان احنا خدنا اقراص الشاي الاخضر، جينا في الغداء خدنا يا اما كيس مراجو يا اما هناخد الاورلي. طيب اثناء باقي اليوم برضو انا عايزه حاجه تساعدني انها ترفع لي معدل الحرق. من افضل الحاجات اللي انا برشحها بقوه جدا، ويا ريت تنزلوا تجيبوها لان هو دايما بيبقى كميته مش كبيره في الصيدليات وبيخلص بسرعه علشان الطلب عليه، وهو اقراص جينجر. جينجر ليه فايدتين مهمين جدا. الفايده الاولى ان هو بيرفع لي معدل الحرق على مدار اليوم كله. الفايده التانية ان هو بيقلل وبيسد الشهية، وعلشان كده لما تبدأ تاخده هتلاقي ان الشهية بتاعتك اثناء وجبة العشاء قلت بشكل كبير، وهتلاقي تاني يوم برضو الشهية بتاعتك بدأت تقل، فهتاكل كمية اقل من اللي بتاكلها في المعتاد. اما بالنسبة للجرعة بتاعت الجينجر هتكون قرص الصبح وقرص بالليل قبل او بعد الاكل بساعة. طيب لو رحت الصيدلية وسألت على اقراص جينجر والصيدلي قالك انها خلصت او مش موجود، يبقى هتجيب كبسولات كروميوم ميباكو، وهو من المكملات الغذائية القوية جدا ودايما بعتبرها رقم 2 ورا الجينجر على طول. الكبسولات دي بتساعد بشكل كبير جدا في رفع معدل حرق الدهون في الجسم، ده غير ان هو بيعزز التمثيل الغذائي للاحماض الدهنيه. الجرعه بتاعته بالظبط زي جرعه الجينجر، هتكون قرص صباحا وقرص مساء. وبكده خلصنا جزء الادويه، نيجي لاهم نصايح هقولها لك. النصايح دي بجد لو التزمتوا بيها اثناء فتره العيد ممكن حتى لو ما اخدتش الادويه تشوف فرق كبير جدا وتلاقي الميزان بتاعك
بتاعك ثابت وانك ما زدتش اي وزن في العيد. النصيحة الاولى بخصوص الفتة، بعد تناول وجبة الغداء المحترمة وطبق الفتة هنستنى ساعة واحدة وبعدين هنشرب كوباية من الشاي الاخضر، او لو مش عندك يبقى كوباية مية مغلية وعليها عصير نص ليمونة. الكوباية اللي انت هتاخدها بعد الغداء سواء الشاي الاخضر او المية بالليمون هيساعدوك ان انت تتخلص من الدهون اللي دخلت لك في الوجبة دي، وكمان هيسرع من الحرق بتاعها. النصيحة التانية، قبل كل وجبة لازم نشرب كوبايتين كبار من المية. اولا ده هيساعدك على تقليل كمية الاكل اللي هتدخل جسمك، وطبعا ما ننساش على مدار اليوم وخاصة في ايام العيد ان احنا تكون كمية المية اللي هتدخل جسمنا هم 3 لتر من المية. المية دي بتنظف جسمك من السموم وبتخلصه من الدهون. النصيحة الثالثة، لازم يكون اثناء الوجبات بتاعتك في طبق كبير من السلطة. مش هقولك ان انت لازم تاكل طبق السلطة قبل ما تاكل الوجبة علشان انا عارفة الكلمة دي بتضايقكم. مفيش مشكلة ان انت تاكل طبق السلطة مع الاكل بتاعك. السلطة بتعمل توازن بين كل العناصر وانواع الطعام اللي هتدخل الجسم بتاعك. النصيحة الرابعة، لازم يكون عندك وقت في اليوم نص ساعة علشان بس هنمشي بيهم. انا مش طالبة منك اي رياضة، انا طالبة بس ان انت هتمشي لمدة نص ساعة، وانا بفضل انك تعمل الكلام ده يا اما بعد الفطار بساعتين او بعد الغداء بساعتين. اول حاجة بتحافظ على معدل الحرق في الجسم، ده غير ان انت هتتجنب زيادة الوزن مع كمية الطعام الكبيرة اللي هتكون داخلة جسمك. النصيحة الخامسة، بلاش اول ما نفتح عينينا نبدأ اليوم على طول بالكحك او البسكوت او السكريات بشكل عام. لما بتبدأ اليوم بتاعك بسكر بكميات كبيرة، اول حاجة بيحصل لك هبوط وبيحصل لك دوخة، ده غير ان مستوى الانسولين بيعلى جدا في الجسم وبالتالي بيقل قوي معدل الحرق على مدار اليوم. ده غير ان انت هتلاقي ان الشهية بتاعتك زادت بشكل كبير وهيبقى صعب ان انت تتحكم فيها. طيب اعمل ايه يا دكتور؟ النصيحة بتاعتي ان انت تصحى تفطر الفطار بتاعك الطبيعي، وبعد ما تخلص الفطار بتاعتك ممكن تاكل الحلويات اللي نفسك تاكلها. النصيحة السادسة والاخيرة بخصوص وجبة العشاء، طالبة منكم ان وجبة العشاء نقلل فيها جدا نسبة السكريات والنشويات والدهون العالية. يعني ممكن الحاجات دي كلها ناكلها اثناء فترة الصبح، لكن العشاء انا عايزة يكون بقدر الامكان السكريات والنشويات فيه قليلة، ويفضل يكون الساعة 7 مساء علشان انا عايزاه يكون قبل فترة النوم بتاعتك ب5 ساعات. وبكده خلصنا النصايح كلها، وخليني اقول لكم على نقطة مهمة جدا قبل ما اقفل الفيديو، ان لو وزنت نفسك بعد فترة العيد طبيعي هتلاقي فيه كام كيلو كده زيادة. ما تقلقش، انت ما تخنتش، لا هو مع السكريات العالية اللي انت اخدتها للجسم فالجسم حوش شوية مية محترمين، فالمية دي وزنت على الميزان. لو استنيت يومين او 3 ايام هتلاقي نفسك رجعت للوزن بتاعك، بس لو التزمنا بالنصايح او بالادوية اللي قلناها في حلقة النهاردة. اتمنى اكون قدرت افيدكم في حلقة النهاردة وقدرت اقدم لكم معلومات مفيدة. لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش لايك الفيديو، سبسكرايب في القناة، واهم حاجة شاركوا الفيديو مع غيركم علشان اكبر عدد منه يستفاد. واشوفكم على كل خير الحلقة الجاية ان شاء الله. باي باي.